ايوه هو ده يا حماده، اقفش في امه، الصلاه على النبي. مساء الخير، اهلا بكم حلقه جديده من الفن مع حلاحل. ولا انا زي ما بان عليا ان انا مبسوط جدا وسعيد، عشان بس الناس كانت بتقول حلاحل بكر محمد رمضان والمصحف. ابدا، انا بحبه قوي زي ما انتم شايفين اهو، ومبسوط جدا لنجاح الفيلم. يا جماعه الحلقه دي بدون حرق ومراجعه لفيلم عزيرو للنجم الميجا ستار نمبر 1 محمد رمضان. يا جماعه الفيلم حلو قوي والله العظيم الفيلم حلو قوي. الفيلم يستاهل كل جنيه دفع فيه. الفيلم جميل، وايوه كده يا حماده، ايوه كده يا حماده، ايوه كده. يعني الواحد مش هاكح، انا مش عارف يقول ايه. بصوا يا جماعه، لما تشوف الشعار ده العدل جروب، هتعرف ان البرودكت، ان المنتج كويس، ان المنتج حلو، ان المنتج لذيذ، ان المنتج جميل، ان المنتج عالمي، ان المنتج يعني هتطلع وانت مبسوط، هتطلع وانت في حالتنا دي. انا مش قاعد على بعض ليه. بس فيلم حلو، فيلم حلو والله، اقسم بالله الفيلم حلو. دكتور مدحت العدل ما بيعملش اي حاجه. دكتور مدحت العدل راجل زملكاوي برضه، دماغه متكلفه يا اخوانا. يعني الدكتور مدحت العدل الراجل ده اللي عمل الديلر للسقا قبل كده وخالد النبوي، وعامل واحد من افضل الافلام اللي الواحد شافها، عامل فيديو مافيا، وعامل صعيدي في مكان امريكيه. والموسيقى التصويريه للفيلم خالد الكمار او خالد الكمار. خالد عامل حاجه انترناشونال، حاجه عالميه. عامل ما وراء الطبيعه مع احمد امين، نتفليكس. عامل ما وراء الطبيعه يا جدعان، وعامل الاجهر مع عمرو سعد، المسلسل اللي كان في رمضان اللي فات. وعامل شلبي مع بيتر ميمي ومحمود كريم عبد العزيز، والهرشه السابعه المسلسل كان موجود في رمضان اللي فات. وطبعا مندو العدل او محمد العدل، فيلم البدله اللي كان جاب اعلى ايرادات وقتها لتامر حسني، وكنت انا شايف الفيلم ده فنان قليل يعني مش مشكله. وفيلم صاحب المقام، الفيلم العالي قوي عامله. فانت لما تجيب التوليفه، الكيمياء ما بينكم والهارمون لازم تنجح يا حماده. يا حماده احنا بنحبك يا حماده، بس نقول لك ايه؟ اظبط، اختار بقى من اول الطريق ده بقى، انت كده ماشي صح. افضل فيلم عمله محمد رمضان في حياته فيلم عزيرو، بلا جدال بلا نقاش. افضل فيلم درامي عمله محمد رمضان. الفيلم على فكره مش اكشن، عمله محمد رمضان في حياته هو افضل من الفيلم جواب اعتقال. يعني انا القائمه المفضله بالنسبه لي لمحمد رمضان الفيلم بتاع اخر ديك في مصر. الفيلم ده حلو قوي، بحبه قوي، بس ده كوميدي. بس الفيلم ده يا جماعه فيلم حلو قوي وفيلم تقيل. والفيلم ده يعني انا كنت قريت، يعني بيقولوا الايرادات اعلى بتاعت مرعي بريمو، مرعي بريمو مش فيلم اصلا، انما ده فيلم يعني يا حماده يعني الصلاه على النبي، الف صلاه على النبي عليك يا. فلو اتكلمنا عن قصه العمل، حمزه دراجون هو راجل بتاع دي جي اللي هو شهير بدراجون، حمزه محمد رمضان، وابن يوسف منذر مهران، وصاحبه الواد بتاع لخبطتنا يا حماده، اسلام ابراهيم بتاع بتاع مسلسل بتاع 100 وش، بتاع مليونير. المهم ابنه بيجي له كانسر في الدم، سرطان في الدم، وطبعا عايز يتعالج وكده. فمحمد بيقرر ان هو يبيع اعضائه لحد ما بيقابل الفيلن، مش هحرق والله، لحد ما بيقابل الفيلن في الفيلم اللي هو محمد لطفي. فبيخش يشتغل معاه في عصابه يعني بطريقه ما، وبعد كده محمد رمضان بيتوب، وقصه كده يعني. والنهايه سعيده يعني بتاعت الفيلم الحمد لله. وهو مش قريب قوي من فيلم، مش قريب ولا حاجه من فيلم ويل سميث اللي هو السبيل الى السعاده ده، ولا فيلم حتى جون كيو بتاع دينزل واشنطن. لا هو فيلم عظيم يا دكتور مدحت. يا دكتور مدحت انت اخر فيلم كتبته كان ديلر تقريبا 2010، فارجع لها يا دكتور مدحت. انت بتكتب مسلسلات بس، لا ارجع يا دكتور مدحت. الدور اللي عاملاه برضو احنا كنا مفكرين ان هو دور ديفيد شرف، او مش وقت رن دلوقتي، ديفيد شرف او دور مساعده يعني. فليلى كريم تقدر تقول انها من الدور الرئيسي في الفيلم، وان الفيلم لون ليلى كريم يعني لدرجه ايه، شفت لدرجه ايه ان الفيلم لونها، يعني تقدر تقول انها بطله رئيسيه كمان مع محمد رمضان، وحضورها طاغي وطالعه جدعه قوي انها عايزه تبيع ذهبها عشان تساعده. وده مش حرقه برضه بالمناسبه. واسلام برضه عايز، لما مشي في طريق الضلال اسلام ما مشيش معاه وكان بينصحه، فدوره حلو قوي. شريف دسوقي عامل دور كويس قوي. خالد الصاوي ظهر في بعض المشاهد عامل دور كويس قوي. وبعدين في تويست، بلوت تويست حصل ما بين محمد لطفي اللي هو رئيس عصابه يعني في الفيلن، وحصل مع محمد رمضان. مش عايز احرق. في اغنيه على اليوتيوب لمحمد رمضان كانت في الفيلم، بسببها حصل نجاح، ويعني قصه كده. مش عايز اتكلم في الحاجات دي هحرق، لكن يا جماعه اجمالا يعني الفيلم حلو. الفيلم بالمناسبه فيه 4 اغاني لمحمد رمضان مقبولين جدا. انا بس عندي سلبيتين
ما فيش فيلم برضه يعني كمال لله وحده، سلبيتين اتنين بس. مشهد الانترو بتاع الفيلم او مشهد بدايه الفيلم، مشهد محمد رمضان بينقذ شخص ما ان هو ينتحر. التويستايه هنا ان احنا مشهد الانتحار ده بتحتاجه تاني فيما بعد في نهايه الفيلم، يعني بسبب محمد رمضان هيقدر يعالج ابنه يعني. وفي كمان مشهد برضو ان يعني هو راح مع محمد لطفي ورجع تاني بسبب برضو محمد لطفي خطف حاجه والحاجه دي رجعت، يعني حوار كده وفي 150,000 دولار وفي مواضيع. فانا مش عايز احرق اكتر من كده، يعني تعتبر مش حرق، انت كده ما فهمتش حاجه. ولا مش عايز اقول لك حاجه خالص غير ان انت تقوم تقطع تذكره دلوقتي على حسب ما بتشوف انت الفيديو دلوقتي او بكره، وتروح تتفرج على الفيلم. والفيلم هتتبسط قوي وشوفه في سينما نظيفه، لان الفيلم اصلا نازل في سينمات فوكس، فشوفه في سينما نظيفه. ويا جماعه الفيلم حلو، الفيلم حلو قوي يا حماده. وتقييمي لفيلم عزير لمحمد رمضان وشركه العدل جروب هو 8.5 من 10. ويا ريت تستمر على كده يا محمد رمضان. ويا ريت بقى لو عجبكم الحلقه اشترك في القناه وفعل الجرس. تابعنا على التيك توك احنا مصر حلاحل، وعلى الفيس الكوره فنيه حلاحل. مساء الخير.